يا ماما، يا ماما أختي الصغيرة ضربتني. لأ، هي اللي ضربتني الأول. أنا هضربك زي ما ضربتيني. لأ، أنا اللي هشد شعرك زي ما شدتيني. يا نافوخي. أهو اللي سمعتوه ده نقطة في بحر من اللي بيحصل تقريبا كل يوم 4-5 مرات، مش مرة واحدة ولا 2. طيب إيه الحل؟ ونتصرف إزاي؟ ولا أي حاجة، الموضوع سهل وبسيط وفي لسان كل أم مصرية أصيلة. أنا هطفش واسيب لكم البيت ومحدش هيعرف لي طريق جرة. إلا يعني إيه جرة؟ لا لا، نتكلم بجد شوية، وفتحي لي مخك لو باقي عندك مخ يا ست الكل، وتعالي نشوف هنعمل إيه في الأزمة دي. دورك هنا كأم مش إنك تيجي على حد لحساب حد أو تسيبي البيت وتطفشي. دورك اللي بجد إنك تكوني مصلح بينهم. وهتقوليلي هو أنا بيكون ليا دماغ أو طاقة بعد كل ده إني أصلح بينهم؟ ما انتي ما تسيبيش المواضيع تكبر قوي وتوسع على الآخر ودماغك تصدع وخلاص هتنفجري من كتر الضغط وتيجي تدوري إنك تصلحي. وتعالي ناخدها خطوة خطوة بهدوء كده قبل ما نكسر البيت. أول حاجة، التدخل بدري أول ما الصوت يعلى. مش استجواب ولا محكمة، مش مين بدأ، انتي تدخلي وتوقفي الحدث نفسه. ستوب، كل واحد مكانه. بس وقفتي الاشتباك، انتي كده كسبتي أول جولة. تاني حاجة، مفيش تحقيق وقت العصبية وهم سخنين، ولا كلمة ولا شرح ولا فلسفة. العقل بيكون واقف والودان مقفولة وكل واحد شايف نفسه مظلوم. سيبيهم يهدوا، اشربي مية، خدي نفس، وبعدين نبتدي. تالت حاجة، ودي بقى مربط الفرس، اسمعي من غير ما تحكمي، واحد واحد بعيد عن التاني. مش عشان تحكمي، عشان تفهمي وتحسي باللي عايزين يقولوه. انتي زعلتي ليه؟ حسيتي بإيه لما عملت كده؟ مش ليه ضربتي أو مش قلت 1000 مرة بلاش نضرب بعض؟ لأ، إحنا بندور على الشعور مش الغلطة، بندور إننا نقربهم مش نبعدهم عن بعض. فيجي بقى دور رابع حاجة، وهي إننا مش لازم نطلع بمذنب وبريء. أكتر جملة بتولع الدنيا، انتي دايما الغلطانة، أو هي أكبر ولازم تتحمل. لا يا ست الكل، الكبير بيتعلم مسؤولية والصغير بيتعلم حدود، والاتنين محتاجين عدل مش مساواة عمياء. خامس حاجة، نعلم حلول بديلة مش بس نمنع. مش كفاية نقول ما تضربيش، لازم نقول لو زعلانة تعملي إيه؟ تعالي قولي، ابعدي شوية، استني دورك. الطفل اللي ما عندوش أدوات هيستعمل إيده. سادس وأهم حاجة، انتي مش فاشلة عشان بيتك فيه خناقات. الخناقات بين الإخوات طبيعية، اللي مش طبيعي إننا نسيبها تكبر أو نعلمهم إن القوة هي الحل أو إن الظلم عادي. دورك مش تطفشي ولا تفرقي ولا تكسري دماغك، دورك تزرعي بذرة حتى لو مش هتشوفي نتيجتها دلوقتي. ولا مرة ولا 2 ولا 10 هتحسي إنك عملتي اللي عليكي. بس صدقيني، اللي بتتزرع النهاردة هيطلع احترام واحتواء بكرة.